السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم حنكمل معكم بارت 2 من هاد لا كوموند. حندير معكم وصفه غاناج مونتي شوكولا اولي. غاناج تقدروا تحشيو به الكيك، تزينوا به الكيك وما ديروا تغليف. غاناج بنين وبقوام خفيف يساعدكم في اي وصفه تقدروا ديروها. في الفيديو هذا حنشارك معكم كميه شويه كبيره، لكن في صندوق الوصف حنكتب لكم نصف الكميه هذه. راح نحتاج 500 غرام شوكولا. درت خليط بين شوكولا اولي وشوكولا نوار، يعني 250 غرام شوكولا بالحليب، 250 غرام شوكولا سوداء. انتم تقدروا ديروا 500 غرام كامله يا اما شوكولا بالحليب ولا 500 غرام كامله شوكولا سوداء. انا خلط به ما تجينيش ياسر حلوه ما تجينيش ياسر مره. ديروا الحاجه اللي تساعدكم. انا استعملت بديل الشوكولا تاع الوجدان. اول حاجه لازم الشوكولا نقطعها رقيقه ونحطها في حمام مائي به تذوب لي في ساعه. نبدا بها هي الاولى، ومن بعد في جهه اخرى درت كاسرونه حطيت فيها 500 غرام كريم فريش. المواد الدسمه لازم تكون 35%. كريم فريش استعملت لا مارك امبرينت. كاين لا مارك الا مليحه، وكاين لا مارك فرونديليس احسن منهم. المهم انا نعطيكم الكميه ونعطيكم كامل لي مارك اللي نخدم بهم وكامل ينجحوا لي، تقدروا نتوما تجربوا كيفي. رحت زدت سخنت الكريم فريش، خليتها حتى تغلي مليح، ومن بعد جبت هذيك الشوكولا خلطها مع الكريم فريش. لازم يكونوا في دو سخونين. هنا كنت حطيتهم في بول شويه واسع، ومن بعد قعدت نخلط فيهم حتى تزيد دوبلي كامل هذيك الشوكولا ويمتزجوا مع بعضهم ونتخلص من هذيك الحبيبات. ومن بعد كي تخلطوا راح نغطيهم بابي فيلم لازم يكون اون كونتاكت ونحطه في الكونجيلاتور الليله كامله حتى يجمد. اما اذا كنتم مزروبين خليوه على الاقل 5 سوايع. ليسونسيال لازم يجمد يحكم روحه باه من بعد يعطيكم نتيجه مليحه. وهنا بعد ما فاتت ليله كامله خرجته كما راكم تشوفوا فيه جامد حاكم روحه. خرجته قبل ما نبدا نخدم به ب10 دقائق ولا ربع ساعه، المهم باش يطرى معايا. في الاول حنبدا نخلطه بالمغرف برك، ومن بعد راح نبدا نطلعه بالباتور. ما تبداوش في الاول تخلطوه بالباتور لانه مش راح يتخلط معكم. في الاول القوام تاعو راح يكون يابس، قادر الباتور يتكسر لكم. فخلطوا بالمغرف، بعد كي يبدا يترخف ابداو طلعوا فيه بالباتور. وكي تبداو تخلطوا فيه بالباتور ولا بالبيتران غير تشوفوه تخلط وبدا يضاعف الحجم تاعو كيما هكا، حبسوا عليه لانه كنت كترو راح يفسد وراح ينفصل على بعضه، يولي لكم كشغل تكتلات، ينفصل ويبدا يخرج في هذيك السوائل. وهذه هي وصفه تاع غاناج كيما شفتوا سهله، تديرش ياسر وقت باش تخدموها. هذا الغاناج تقدروا تحشيو به الكيك وتزينوا به وما مديروا التغليف نورمال، يصلح لكلش، يصلح مام الحشو تاع الصابري. المقادير اللي مديتها لكم راح تكفيكم فقط للحشو تاع الكيك يكون بحجم كبير. انا كفاتني لهذا الكيك لانه الحجم تاعو 20 سنتيم يعني كبير شوي. اما اذا درتو نفس الكميه اللي مديتها لكم في كيك صغير راح يكفيكم للتغليف وللحشو وللتزيين. نتمنى تجربوا هذا الوصفه. ديروا جيم، بارطاجيو الوصفه هذه مع صحاباتكم باش توصل لعدد اكبر من المشاهدين، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والفيديو اللي بعد هذا راح يكون الحشو والتغليف تاع هذا الكيك. نقول لكم تهلاو في رواحكم. باي.